أجمل شيء أنك بنفسك أو مع أهل بيتك وأولادك تشتري بحر مالك أو بما أعطاك الله عز وجل، تشتري ما يحتاجه الفقير وتذهب به بنفسك إليه لتدخل السرور على قلبه. الصدقة في أكثر الأحيان تطفئ غضب الرب عز وجل وتصرف عنك مصارع السوء، حتى قيل الصدقة تسد 70 بابا من السوء. كان علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الرجل العابد يسمى زين العابدين، كان إذا حل الليل يذهب بنفسه يحمل على ظهره كيس الدقيق الطحين ويوزعه على فقراء المسلمين في المدينة، ولا يعرف أحد من الناس أنه ابن رسول الله، أنه أحد آل بيت رسول الله، ما أحد يعرف. فلما توفي رضي الله عنه علم الناس من الذي كان يتصدق عليهم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هؤلاء الناس الذين قضوا أوقاتهم بالإنفاق في سبيل الله فإنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية الأخرى يرجون تجارة لن تبور، أي أن هذه التجارة سيعطيهم الله عز وجل خيرها. أحد الصالحين اسمه صفوان بن سليم. صفوان بن سليم رجل صالح من الصالحين، رآه صاحبه في المنام أن الله عز وجل يبشره بالجنة، فسأل صاحبه الملائكة لما دخل الجنة؟ قال بثوب كساه مسكينا. يقول فلما أصبحت جئت إلى صفوان قلت أسألك بالله أخبرني قصة الثوب. يقول كنت في ليلة باردة شديدة البرودة أحتمي بقميص لي، في الطريق رأيت مسكينا يرتجف من شدة البرد. يقول فخلعت قميصي وأعطيته إياه وظللت طوال الليل أرتجف أنا من شدة البرد. الذين ينفقون أموالهم، إنفاق المال يعني إهلاك المال، بل الله جل وعلا يقول البر لن يصل الإنسان إليه إلا بشرط واحد. ما هو الشرط؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كم من مريض حاول أن يتعالج ما استطاع، الأطباء ما استطاعوا، المستشفيات لم تنفعه، فتذكر الصدقة، فلما تصدق برئ من مرضه. هذا كثير في الأرض اليوم، لكن قليل من الناس عنده هذا اليقين. طلحة، بل أبو طلحة رضي الله عنه من أغنى الصحابة، عنده حدائق ومزارع، وأحب مزرعة عنده بيرحاء، فلما سمع قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال يا رسول الله أحب أموالي هذه الحديقة، أحب مزارعي وأغلاها هذه الحديقة، وإني أتبرع بها لوجه الله عز وجل، أتصدق بها لوجه الله. قال اجعلها في أقربائك، يعني فقراء الأقرباء. ففعل طلحة أو أبو طلحة لأنه سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.